الأبيات التي سمعتها وهي الأبيات الثلاثة: نهاية إقدام العقول، وبعدها بيتان. هذه أبيات ذكرها في كتاب له طبع باسم ذم لذات الدنيا، ذم لذات الدنيا، وسماه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم إلى بعض المعاصرين كبعض الذين درسوا منهج الرازي وتبحروا في كتبه، سموه بأقسام اللذات، هكذا سماه شيخ الإسلام ابن القيم وجماعة من أهل العلم. وفي بعض نسخ هذا الكتاب المخطوطة تحقير اللذات، وانتهى من تأليفه سنة 400، فيكون قد ألفه قبل وفاته بكم؟ بسنتين، لأنه توفي سنة 600. فما دونه في هذه الرسالة، وهي رسالة صغيرة طبعت في ليدن عن 5 مخطوطات. وذكر المحقق أن هناك مخطوطتين لكن لم يقف عليهما، يعني مجموع ما وقف عليه من مخطوطات هذه الرسالة 7 مخطوطات، وهي رسالة صغيرة، وهو لم يكتبها مؤلفا، ولذلك ما سماها، يعني تسميتها كانت من غيره، إنما جاءه سؤال من بعض أصحابه في بيان اللذات وأقسامها وما هو النافع فيها، فكتب هذه الرسالة وضمنها هذه الأبيات. وقال في هذا الكتاب في النسخة المطبوعة في صحيفة 252، طبعا طبعت في مقدمة طويلة ثم الرسالة مختصرة، المهم أنه ذكر في هذه الرسالة: فحاصل العقول، انظر إلى هذه الخلاصة، هي خلاصة خبير، يقول: فحاصل العقول ظنون وحسبانات، ومنتهى الأمر أوهام وخيالات. هذه المحصلة النهائية عند الرازي، هذا الذي عاش في هذا الجو الذي عاش فيه الجو الكلامي الفلسفي، نهايته أو منتهى الأمر فيه أوهام وخيالات. وأنبه رعاك الله إلى أن هذه الأبيات قد أوجعت كثيرا من الأشاعرة من المعاصرين، وأصابتهم في مقتل كما يقال، لأنها في حقيقة الأمر من اعتبر بها واستفاد منها فإنه سيطوي صفحة علم الكلام الذي قام عليه سوق المذهب الأشعري، ولذلك سعوا إلى التشكيك في ثبوت هذه الأبيات للرازي. بل أحد كبار مبتدعة هذا العصر من الأشاعرة مبتدع خساف زعم أن هذه الأبيات افتراء من ابن تيمية على الرازي، افتراها ابن تيمية. قال: والحقيقة أن ابن تيمية يحكي حال نفسه. سبحان الله، يعني ليت هذا الإنسان سكت وما أظهر جهله بهذه الصورة القبيحة. هذه الأبيات ثابتة لا شك في ثبوتها عن الرازي، وثبوتها من 3 طرق. أولا أنها مدونة بخطه لا بخط غيره، بخطه في كتابه أو في رسالته التي سميت لك، وهي ذم لذات الدنيا أو تحقير اللذات أو أقسام اللذات. وكما ذكرت لك لها مخطوطات وطبعت مؤخرا، ونص المترجمون للرازي على أن له رسالة بهذا الاسم. وثانيا
هذه الأبيات ثابتة عنه بالرواية بالإسناد المتصل. ولي مقالة سقت فيها الشواهد على ثبوت هذه الأبيات، ووقفت على 4 أسانيد لهذه الأبيات، فارجع إليها، هي مقالة منشورة، فارجع إليها إذا أردت تحقيق ذلك، ولا أريد أن أطيل في هذا المقام. والوجه الثالث أن هذه الأبيات منسوبة عند أهل العلم بلا نكير في كثير من المصادر، وقد أحصيت أكثر من 20 مصدرا من المصادر المعتمدة والمشهورة في التراجم وغيرها نصت على ثبوت هذه الأبيات للرازي. ومن هذه المصادر 5 متقدمون زمنا على ابن تيمية، بل بعضهم توفي قبل أن يولد ابن تيمية، وصاحبنا هذا يقول إيش؟ هي افتراء من ابن تيمية على الرازي، سبحان الله العظيم. فالمقصود أن هذه الأبيات ثابتة بلا شك عن الرازي، لكنني أنبه إلى أن ما بعد الأبيات، ولقد تأملت الطرق الكلامية إلى قوله عرف مثل معرفتي، هذه لم أقف عليها في المطبوع من لذات أو من ذم لذات الدنيا، فربما هذا الكلام موجود في بعض النسخ التي ما وقفنا عليها. لكن شيخ الإسلام وابن القيم لم ينفردا بنسبة هذا الكلام للرازي، بل نقله أيضا جمع من أهل العلم، ومنهم الذهبي في السير، وابن كثير في طبقات الشافعيين، وابن قاضي شهبة في طبقات الشافعية، وابن العماد في شذرات الذهب، والداودي في طبقات المفسرين، وغير هؤلاء من أهل العلم ممن نقل هذا الكلام عنه. وبالمناسبة هذا الكلام له ما يشبهه لكنه أخصر منه في وصية الرازي التي كتبها قبل وفاته، له يعني كلمات قريبة من هذه الكلمات تجدها في وصيته المشهورة، ووصيته موجودة في كثير من الكتب. ابن أبي أصيبعة في كتابه ابن السبكي في طبقات الشافعية، والذهبي في تاريخ الإسلام، وكثير من أهل العلم ساقوا هذه الوصية، وفيها كلام قريب مما نقل شيخ الإسلام رحمه الله ها هنا، والعلم عند الله عز وجل. المقصود حفظكم الله أن الرازي بينها هنا أنه لم يجد في الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية ما يشفي عليلا أو يروي غليلا، وأن طريقة الوحي هي الأسلم والأحكم، فيثبت لله عز وجل ما أثبت لنفسه كالاستواء والعلو وغيرهما من صفات الله عز وجل، وينفي ما نفى الله سبحانه وتعالى، ويسلك طريقة القرآن من الإثبات المفصل والنفي المجمل بخلاف طريقة الخلف. وختم بهذه الكلمة الحسنة: من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي.